ومع فجر يوم الجمعة المباركة، ما أجمل الصباح حين يتنفس بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. وعندنا النهاردة لعبة شعبية البلد كلها بتشجعها، كرة القدم. وكرة القدم ما شاء الله يعني الناس بتجري وراها بالملايين، وإعلانات وفلوس داخلة وفلوس خارجة وحكايات وروايات. وإحنا مفيش درجة للأمام، بل بالعكس عمالين ننزل ننزل ننزل. طيب ال100 مليون اللي بيشجعوا كورة دول عارفين السبب فين؟ إذا عرف السبب بطل العجب، مش كده ولا إيه؟ السبب يا سيادنا يا أفاضل إن الشلل في اتحاد الكورة والنوادي هي اللي قاضية على الكورة في مصر. الشلل اللي معمولة من أيام زمان، كل واحد عنده شلة، الشلة دي والشلة دي، وكلهم أعداء بعضيهم، وكلهم ما بيحبوش بعضيهم، وكلهم عايزين الأرجع. إزاي يكسب؟ أهم حاجة عايز الأرجع يحطها في جيبه. أمال هيعيش إزاي ويركب عربيات إزاي ويسكن في فيلل إزاي، والحكايات اللي إحنا عارفينها كلها دي. الكرة في مصر عايزة تنضف من الألف فوق للياء تحت، تنضف خالص. عشان الناس اللي بتشجع كورة دي، الناس اللي بتشجع وتحرق في دمها والحكاية والرواية، الناس دي لازم تبقى فاهمة انت بتشجع ايه. طب شجع لعبة فردية كده، اللي عمالين يجيبوا ميداليات ذهبية ويجيبوا ميداليات فضية وما شاء الله على الالعاب الفردية، لان ما وصلتلاش الشلل الكتير بتاعت كرة القدم. اشي في الاهلي، اشي في الزمالك، في الاتحاد، في جميع النوادي، والقائد الاعلى بتاعهم اتحاد الكوره. لازم نفهم، ولا نقول كمان يا رب تكون وصلت المعلومه، وان شاء الله ربنا يغير حال من حال لاحسن حال يرضي الرحمن. وتحياتي كمان للناس اللي بتحيي الكوره وبتحيي الشلل، تحيه واحترام.